المدينة اللي كانت مصنع أسلحة بالكامل، بس اللي راح تشوفه بالآخر هو الصدمة الحقيقية. إيسن ما كانت مدينة بس، كانت ماكينة صناعية غيرت قارات كاملة. هون كان في مكان اسمه كروب، مو مصنع، مدينة داخل مدينة، شوارع، قطارات، آلاف العمال، وكان في منطقة ما يفوتها إلا ناس محددين، واليوم أنت تمشي فوقها وما بتعرف. مصانع على مد النظر ومداخن تشتغل ليل نهار، لدرجة إن إيسن كانوا يسموها مدينة الدخان. ركز منيح، في لقطة بعد شوي أهل إيسن بس بيعرفوها، إذا عرفتها اكتبها بالتعليقات. هاي الزاوية كانت نقطة تفتيش، هون كان العامل يبدأ يوم، وهون كانت تنطلق أكبر صناعة فولاذ بأوروبا. وحتى هذا القصر مو لملك أو أمير، هذا بيت عائلة واحدة كانت تتحكم بقلب الصناعة الألمانية. وبعد الحرب المكان تغير تماما، من مدينة مصانع وسلاح لواحدة من أجمل مدن شمال الراين. مدينة كانت مصنع سلاح، واليوم الناس تشوفها مدينة عادية، بس اللي يفهم قصتها ما بيشوفها عادية ولا لحظة. وهي قصة من عشرات القصص اللي ما حدا بيحكيها عن مدن شمال الراين وألمانيا كلها. إذا بدك نكمل هالسلسلة أنت بتعرف شو تعمل، وإذا فهمت السر اللي بدأنا فيه رح ترجع تشوف الفيديو من الأول.